تحية طيبة وأهلا بكم مشاهدينا في برنامجكم الأسبوعي حقوق وحريات. خيبة أمل وخوف من الموت وتأرجح بين اليأس والأمل لآلاف السوريين في المخيمات خارج حسابات المساعدات، وعائلات عاجزة عن تأمين احتياجاتها الأساسية. منظمة منسقو استجابة سوريا كشفت أن أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية في سوريا تجاوزت 15 مليون نسمة، وهي الأعلى منذ عام 2011. وبحسب تقرير فريق المنظمة فإن أكثر من 50% من المحتاجين صنفوا على درجة شديدة من الاحتياج، وكانت تقارير أممية قد ذكرت أن 85% من العائلات عاجزة عن تأمين احتياجاتها الأساسية، وأكثر من 12 مليون نسمة يعانون من انعدام الأمن الغذائي. ورغم خفوت الضوء المسلط على مأساة النازحين واللاجئين وتحول ملفهم إلى أخبار اعتيادية، تتفاقم معضلة سكان المخيمات مع انهيار الوضع الاقتصادي المعيشي في سوريا وضعف الاستجابة الإنسانية نحوهم يوما بعد آخر، دون نسيان الواقع المزري للاجئين السوريين في الخارج وانتهاكات جسيمة لحقوقهم ترتكبها أجهزة مكافحة الهجرة غير النظامية. المزيد مشاهدينا من التفاصيل في هذا التقرير الذي أعدته لنا الزميلة دلولة حديدان. تحملنا الجوع وتحملنا التهجير، بس البرد والله يا عم ما بنقدر نتحمل. ذاك مختصر المأساة والمعاناة بمقياس الصبر على مكاره لا تنتهي منذ عقد زمني على اللاجئين السوريين داخل وطنهم وخارجه. يصعب فصل الشتاء الأوضاع عليهم أكثر اللاجئون في الشمال السوري، تغمر المياه خيامهم ولا تمتد إليهم يد الغوث. الله أكبر! حتى تمديد آليات دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى لا يعد كافيا، وقد وسعت سنين الحرب مأساتهم من خيام مهترئة وبرد قارس وضعف مساعدات وفق شكواهم. ومخيماتهم خارج سوريا أسوأ حالا، في عرسال وبعلبك واللبوة وسعد نايل وغيرها من مناطق أعالي لبنان، حيث لا يغيب الصقيع ولا تصل تدفئة. That although a majority of the member states were in agreement with a wider relocation proposal involving الأمم المتحدة تطالب أيضا بمساعدات للسوريين في مناطق سيطرة النظام، فعددهم هناك تجاوز 15 مليون نسمة وفق منظمة منسقو استجابة سوريا. تفيد المنظمة بأن نصفهم تقريبا فاقتهم كبيرة، ونحو 85 منهم عاجزون تماما عن تأمين حاجياتهم الأساسية، ونحو 12 مليون لاجئ لا يجدون قوت يومهم. أكل كل شيء. معنا من غازي عنتاب رئيس تحرير صحيفة إشراق الأستاذ أحمد سعدو، ومن اسطنبول الناشطة المجتمعية مديرة البرامج في منظمة شارك الأستاذة آية قواف، وأيضا من لندن المتخصص في القانون الدولي والهجرة وقضايا حقوق الإنسان المحامي بسام طبلية. يا مرحبا بضيوفنا، أهلا وسهلا بكم جميعا. أبدأ معك أستاذ أحمد سعدو، شكرا لقبولك الدعوة. أهلا وسهلا بكم، كل التحية لكم ولضيوفك الكرام والمشاهدين جميعا. شكرا جزيلا. الأوضاع مأساوية ما زالت، بدأت منذ أكثر من 12 عام إلى يومنا هذا لم يتغير شيء. هناك من يقول أن احتياجات اللاجئين السوريين أو المهاجرين أو حتى النازحين هي أكبر بكثير من المساعدات التي تقدم فعليا من مؤسسات دولية على رأسها الأمم المتحدة. أرجو أن تضعنا في صورة وضع اللاجئين سيدي، إن كان في الشمال السوري أو حتى خارج في دول الشتات. يعني كما قلت وكما قالت تقريركم، حقيقة الوضع مأساوي للغاية، وخاصة عندما يأتي برد الشتاء القارس والصقيع المتلاحق، والناس في الخيام في الشمال كما تعلمون. هناك مئات الآلاف من الناس بل الملايين أصبحوا في المخيمات، وما زال حتى الآن غير قادرين على تدفئة أنفسهم، ناهيك عن موضوع الأمن الغذائي الذي هو بالأساس منتقص كثيرا باعتبار مهجرين ولا يملكون، ليس هناك إمكانية للعمل وليس هناك إمكانية لسد الرمق،
وليس هناك من يلتفت إليهم حقيقة إلا بعض المنظمات التي فعلا لا تكفي. ما تقدمه المنظمات والجمعيات والهيئات هو نذر يسير لا يمكن أن يكفي لملايين الناس المنتشرين في الشمال السوري، وبينما النظام أيضا يستمر في ملاحقتهم وقصفهم بين الفينة والأخرى، والعالم يتفرج على هذه المأساة الكبرى للشعب السوري بكل أسف. طبعا ناهيك عن الشتات كما قلت، سواء كان بتركيا أو في أوروبا أو في كل بقاع العالم، أصبح السوري بين نازح ولاجئ، وحتى داخل أماكن تواجد النظام هناك حالة من العوز والفقر والمجاعة لم يسبق لها مثيل. اليوم يجري الحديث حسب الدراسات عن أن 90% من الشعب السوري أصبح دون خط الفقر، و60% دون خط الفقر المدقع. وتصوري أن يعني كل هذا الرقم الهائل أو النسبة الهائلة كيف يمكن أن يعيش هؤلاء الناس في هذه الظروف الصعبة؟ طبعا يعني هذا يضاف إليه قضايا كثيرة، موضوع التخلي والإهمال والخذلان الذي لاقاه الشعب السوري ممن كانوا سابقا يدعون أنهم أصدقاء للشعب السوري، وما زالت القضية السورية والمسألة السورية يعني مهملة ومركونة إلى الرف، وليس هناك من يلتفت إلى حال السوريين. وبالتأكيد سعد، عذرا على المقاطعة، ولكن سؤال مهم فيما يخص المساعدات التي تقدم، يعني خاصة أنه في قرار أخير خرج بالأمس من الأمم المتحدة بخصوص تقديم المزيد من المساعدات. السؤال الذي يطرح نفسه اليوم يعني لماذا لا تصل كل هذه المساعدات التي تقدم؟ هل المشكلة في عراقيل الوصول؟ يعني أن الطرقات غير آمنة لوصول تلك المساعدات، خاصة أنه كما نسمع من كثير من اللاجئين أو النازحين أنهم لم يروا هذه المساعدات أصلا، ليس الكل يعني يستفيد منها أقصد. نعم، هو بالأساس يعني المساعدات التي تقدم من خلال مؤتمرات المانحين التي تحصل كل سنة في أوروبا هي لا تكفي أساسا. يعني يتفق على أن كل دولة لها مبلغ معين هو ترصده من أجل مساعدة السوريين، لكن واقع الحال هذه المبالغ المرصودة لا تصل كلها، بمعنى حتى هذه الدول لا تؤديها إلى الأمم المتحدة. يعني الأمم المتحدة هي التي تستلم وهي التي توزع. وناهيك عن قضية مهمة جدا، الروس يبتزون الشعب السوري دائما في قضية تمديد أو لا تمديد، ويعيش السوريون شهرا أو شهرين ينتظرون هل هناك فيتو روسي أو لا يوجد فيتو روسي. حقيقة هناك إهمال وتخلي، ومعلومات مؤكدة أن ما يصل إلى السوريين هو أقل من 60% من المخصصات التي تم التوافق عليها من مؤتمر المانحين، وهذا يعود طبعا لإهمال، وخاصة في الفترة الأخيرة عندما أصبحت هناك قضية أخرى، قضية أوكرانيا مثلا، فأصبح الالتفات الأوروبي باتجاه أوكرانيا أكثر. يعني أصبح هناك الأولوية للأوكرانيين. طبعا كل المعاناة، يعني نحن كسوريون نتعاطف مع الشعب الأوكراني الذي يتم قتله وتشريده يوميا من قبل الروس، لكن حقيقة يعني لا يجوز التخلي عن السوريين لصالح أماكن أخرى. يعني يفترض أن يكون هناك اهتمام أكبر. ناهيك طبعا عن مسألة أخرى يجب أن نتحدث عنها بكل وساطة. العرب، الجامعة العربية ماذا تقدم؟ يعني هناك تراجع كبير جدا جدا بما كانت تقدمه سابقا دول الجامعة العربية إلى الشعب السوري. هناك بعد 12 عام أصبحت ما يصل إلى السوريين هو نزر يسير مما هم يحتاجون إليه. كما قلت قبل قليل، ليس هناك عمل، يعني السوريين في الشمال ليس هناك إمكان، وإن وجد العمل فبرواتب ضئيلة جدا لا تكفي الكفاف. وأصلا طاقة العمال بشكل عام هي طاقة متواضعة، ولا يوجد مشاريع، ولا مشاريع صغيرة ولا كبيرة، ولا معامل ولا مصانع. الزراعة أيضا يعني في حال يرسى له، وهناك حالة من الخذلان فظيعة ترك فيها الشعب السوري يعاني الأمرين، مرة مع البرد، مرة مع الغذاء، مرة مع القصف الذي يأتيهم من النظام وسواه، ومن الروس أيضا، ومن الإيرانيين أيضا. بكل أسف هناك حالة فظيعة وغير مسبوقة في التاريخ لشعب سوري بالأساس هو ما ينوف عن 24 أو 25 مليون، أصبح في الشتات وفي النزوح
وبدون غذاء وبدون أي شيء ثاني، ناهيك طبعا عن قضايا أخرى تتعلق في مواضيع الليرة السورية التي أصبحت بالحضيض، وهناك نوع من الانهزام إن صح التعبير الاقتصادي لم يسبق له مثيل. هناك حالة يعني حقيقة لا يمكن وصفها، كل الكلام وكل الجمل الإنشائية لا يمكن أن تفي الواقع المأساوي للسوريين حقهم. ما زال السوريون لا يلون على شيء، لا يعرفون عبر أيضا حالات من العنصرة في دول الشتات والعنصرية التي لم تكن سابقا. هذه تؤدي إلى أن السوري لا يعرف إلى أين يذهب إذا كان في بلاد اللجوء، يلجأ كي يعيش كي يستمر في الحياة الإنسانية، لا يعرف هل هو مستمر أو غير مستمر، هل هناك قوانين جديدة، هل هناك مضايقات. كل ذلك يحدث ليس في تركيا فقط، طبعا في معظم الدول التي ذهب السوريون إليها. وبكل أسف ما زال حتى الآن هناك تفكير بإعادة السوريين قسرا. نعم، سنعود إلى هذه النقطة، موضوع إعادة السوريين قسرا إلى سوريا. أستاذ أحمد سعدو، أرجو أن تبقى معي. انضم إلينا الآن في الاستوديو في لندن المتخصص في القانون الدولي والهجرة وقضايا حقوق الإنسان المحامي بسام طبلية. يا مرحبا أستاذ بسام، أهلا وسهلا بك. اسمح لي قبل أن أبدأ معك أذهب إلى إسطنبول. مديرة البرامج في منظمة شارك معنا آية قواف. أهلا وسهلا أستاذة آية، كيف الحال؟ شكرا لوجودك معنا اليوم، شرفتينا. يا هلا يسعد اوقاتك ست وجدة. نتمنى تكونوا بخير جميعا ومساء سعيد على الجميع. شكرا أستاذة، شكرا لك، هذا واجب. أستاذة آية، يعني سؤالنا لك حول حقوق اللاجئين النازحين الإنسانية وأيضا الصحية، وأنت تتابعين الوضع عن كثب، خاصة أن منظمتكم تعمل في هذا الإطار. حدثينا سيدتي عن هذا الواقع المرير، خاصة في فصل الشتاء مع برودة الطقس. يعني اليوم هناك أخبار مؤلمة بأن مياه الأمطار غمرت الكثير من الخيم، وبالتالي يعني لا يوجد حتى سقف يعيش تحته اللاجئ أو اللاجئة. تفضلي سيدتي. نعم أنا معك. بالعودة لموضوع، خلينا نحلل شوي الوضع في سوريا. راح أختص أكثر بالكلام عن شمال غرب سوريا، مناطق خارج سيطرة النظام. عموما خلينا نحلل الوقائع في سوريا. سوريا أين هي الآن؟ الأوضاع الإنسانية. إذا بنحكي عن الأوضاع الإنسانية في سوريا، في عندنا أكثر من 18 مليون نسمة بكامل سوريا. تقريبا مثل ما ذكر زميلي 90% منهم بحاجة للمساعدات الإنسانية وللتدخل الإنساني. وبحسب الأمم المتحدة من هال 18 مليون في عندنا 6.5 مليون طفل من أيضا عم بيعانوا بعديد من المشاكل ونقص الخدمات والبرامج، وأيضا هم بحاجة لتدخلات مستعجلة وطارئة. خليني أحكي أكثر عن شمال الغرب. في عندنا حوالي 5.5 مليون شخص متواجدين من النازحين في أماكن شمال غرب سوريا، طبعا مناطق خارج سيطرة النظام. نعم، من هدول النازحين، في هدول الاشخاص او الاشخاص المقيمين في شمال غرب، 3 مليون منهم هم من النازحين. وقت نحن بنقول نازح فنحن نعرف قديش بيكون في لنقول في نقص، في مشاكل، في خلينا نقول حاجه لدى هدول الاشخاص، سواء على الصعيد الغذائي ولا على الصعيد المأوى ولا على الصعيد الحمايه والصعيد الانساني. عموما فهم بيكونوا اكثر معرضين لضغوطات من غيرهم. في عندنا بين خلينا نقول 5.5 مليون شخص في شمال غرب. عندنا بهدول بمنطقه الشمال غرب ما يقارب 708 مخيم كعدد مخيمات. يعني جزء من دول، طبعا دول المخيم عم بيحموا جزء كبير من هدول الاشخاص النازحين من مناطق اقامتهم عموما. باختصار الارقام بتحكي شو الوضع الانساني حاليا، شو تحليلات الوضع الانساني حاليا. طبعا تم تمديد قرار مجلس الامم المتحده اللي ذكرتي حضرتك بما يخص تمديد آلية دخول المساعدات الانسانيه عبر الكروس بوردر لمده 6 اشهر ثانيه.
وبالمقارنه اذا بنقول السنه الماضيه كان في عندنا ما يقارب او سنويا تقريبا عم بيكون في 4 كذا مليار عم بيتم تخصيصه للاستجابه الانسانيه، ولكن للاسف اغلب الاحيان 50% منها بتوصل 50 يتم تنفيذها او استخدامها، 50% لا. حتى الجزء الذي يتم استخدامه لا يكفي 40 ل 50% من لا يصف 40 ل 50% من الاحتياجات اللي بنقول يعاني منها الاشخاص في مناطق شمال الغرب. انا طبعا عم بحكي. نبدأ الحديث مع الأستاذ بسام طبلية. يا مرحبا أستاذ الكريم، مدير المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، شرفتنا. يعني الحديث مؤلم حقيقة عن كل ما تفضل به ضيفي الكريمين. يعني ماذا عن عودة السوريين؟ يعني هناك على ما يبدو اتفاق يعني شبه ضمني بين الحكومة التركية وأيضا النظام السوري الحاكم الآن في سوريا حول كيفية عودة يعني اللاجئين أو النازحين إلى الأراضي السورية إلى بلدانهم. لو بالفعل تمت هذه الخطة، ماذا يعني هذا بالنسبة لحقوق الإنسان، لقرار اللاجئين أنفسهم، يعني إن كان بالعودة أو رفض العودة؟ يعني بداية أتصور أن هذا الموضوع هو لعبة سياسية حقيقة، ولكن إذا ما تم فسيتم بجزئية منه وليس بشكل كامل، وهو حقيقة انتهاك صارخ وواضح بالنسبة لمعاهدة اللاجئين وحقوق الإنسان، لأن البيئة الآمنة غير متوافرة حقيقة في سوريا. ناهيكم أيضا عن انعدام مقومات الحياة في سوريا. يعني عندما نتكلم عن الشعب الآن المتواجد في سوريا والذي لا يصل إليه الكهرباء أكثر من ساعتين على سبيل المثال في النهار، لا يوجد مقومات الطاقة، وبالتالي الناس شاهدنا وفق تقريركم الناس عم تموت من بردها لأنه لا يوجد وسائل الطاقة. المازوت بأسعار خيالية جدا بسوق التهريب غير متوافر. معظم هناك شلل اقتصادي وشلل اجتماعي وحقيقة متواجد في دمشق وغيرها في المناطق الشمال سوريا. يعني بكل معنى الكلمة سوريا هي دولة فاشلة في الوقت الحالي، وبالتالي يريدون إعادة السوريين إلى سوريا إلى أين؟ يعني سوف يكون هناك انتهاك واضح لأي دولة تحاول إعادتهم ببساطة شديدة، لأن البيئة الآمنة غير متوفرة. نحن نعلم أن هناك يوجد شروط محددة عندما يتم التواصل فيها ما بين الدول الاتحاد الأوروبي أو الدول الموقعة على معاهدة اللاجئين وترغب بإعادة اللاجئين، منها على سبيل المثال وصول إلى اتفاق مع النظام الموجود في سدة الحكم بأنه لا يتم اعتقال نعم ضمن شروط معينة، لا يتم اعتقال الأشخاص الذين لديهم آراء سياسية، يجب الدخول إلى السجون وبالتالي مراقبة السجون، يجب إعطاء كفالات كثيرة بالنسبة لضمانات الحقوق الدولية في هذا الصدد، يجب أن لا يكون هناك انتهاكات لأي من المعاهدات الدولية وحقوق الإنسان، يجب هناك الكثير من الشروط. حقيقة لا يتواجد أي من هذه الشروط. ما زال الخطف على سبيل المثال، ما زال الاعتقال العشوائي وخاصة من أصحاب الرأي السياسي، ما زال الكثير من الأمور المبهمة، والنظام غير قادر حقيقة على ضبط الأمور. وبالتالي لا يمكن اعتبار أن من يمثل الآن السلطة في سوريا هو يستطيع أن يمثل الشعب السوري بأكمله، وخاصة نحن نعلم أن أكثر من 12-13 مليون حد أدنى هم يعارضون لهذا النظام الجائر المغتصب للسلطة. لذلك أي محاولة إعادة للاجئين سوف يكون فيها اعتقال وتعذيب للأشخاص وممكن قتلهم، وشاهدنا ذلك من خلال الأشخاص بعض الذين عادوا من لبنان على سبيل المثال وتم اعتقالهم، وبالتالي أصبحوا في غيابات السجن، لا نعرف أي شيء، لا نستطيع الوصول إليهم. ناهيكم أيضا أن الشروط أيضا فيما يتعلق بالقطاع الصحي المدمر والذي تم تدميره بشكل عام، أيضا المياه الصالحة للشرب، أيضا البنية التحتية، الكثير من الأمور. أين تريدون إعادة الأطفال على سبيل المثال؟ ولا يوجد مدارس،
أين تريدون إعادتهم ولا يوجد مكان يؤويهم. شاهدنا أن هناك عشرات الآلاف من الخيم، شاهدنا أن كما ذكرت ضيفتكم أكثر من 107 مخيمات موجودة في الشمال. نعم، هذه داخل سوريا، وإنما أيضا المعاناة تستمر حتى خارج سوريا سيد الكريم. يعني الانتهاكات لحقوق اللاجئين السوريين حتى من قبل لجان مكافحة الهجرة غير النظامية، وبالتالي هم معرضين للإساءة أيضا في الخارج. للأسف الشديد اليونان أصبح لديها جيش الظل الذي يقوم بإغراق وقتل طالبي اللجوء الذين يحاولون الهراب النجاة بحياتهم. يعني للأسف الشديد شاهدنا أموال طائلة تدفع من قبل الاتحاد الأوروبي لمنع وصول المهاجرين أو طالبي اللجوء، في حين تم منح الكثير من الميزات لطالبي اللجوء الأوكرانيين على سبيل المثال، وتم تشجيع الناس باستقبال اللاجئين بمنحهم على سبيل المثال بما يعادل $500 شهريا من أجل لكل شخص يستقبل عائلة على سبيل المثال أوكرانية. هناك تفاوت كبير جدا حقيقة، وسمعنا ذلك من خلال التصريحات سواء الصحفيين أو المسؤولين الذين كانوا يشجعون على القدوم إلى المملكة المتحدة وغيرها بالنسبة لطالبي اللجوء، في حين أنه تم إغلاق الأبواب وشاهدنا عمليات إغراق للقوارب طالبي اللجوء في على حدود اليونانية أو الإيطالية على سبيل المثال. الأمر الذي يعني يدق ناقوس الخطر أنه أين هي معاهدة اللاجئين؟ أين هي المقومات أو الأسس بالنسبة لمعاهدة اللاجئين على سبيل المثال؟ عدم لا يجب التمييز على أساس عنصري، وما شاهدناه تمييز على أساس الجنسية، تمييز على أساس عنصري، تمييز بكافة المعايير. عندما يقول بولندا تقول نستقبل فقط المسيحيين، إذن هناك تمييز عنصري في هذا الصدد. وبالتالي يعني هل المعاهدات الدولية حقيقة وخاصة فيما يتعلق بمعاهدة اللاجئين هي يتم تنفيذها بشكل صحيح؟ لا أعتقد ذلك، فهناك الكثير من الانتهاكات، وخاصة عندما نعلم أن نسبة الهجرة السنة الماضية مقارنة بهذا العام 2021 مع 2022 قد زادت بنسبة أكثر من 64%، وأن هناك أكثر من 332 ألف قد وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي طالبي اللجوء، وأن معظمهم أو السواد الأعظم منهم سوريين. وعندما نتساءل لماذا السوريين حقيقة، لأن ببساطة شديدة لا يوجد أمن، هم يدركون خطورة الموضوع السفر على سبيل المثال عن طريق البحر، ورغم ذلك يأخذون هذه المخاطر لأنه ببساطة شديدة إما أن يموتوا من الجوع والبرد في سوريا، وإما أن هناك نسبة قليلة جدا أن يموتوا في البحر، والناس معظمهم قد قبلوا هذه المخاطرة وغامروا بحياتهم. مهما كان يبقى الوضع في أوروبا أو في البحر أسهل بكثير من البقاء في سوريا. اسمح لي سيدي الكريم أعود للأستاذ أحمد سعدو رئيس تحرير صحيفة إشراق. سيدي الكريم، يعني أهمية إيجاد حل سياسي للأزمة السورية حتى يتمكن اللاجئون من العودة إلى قراهم وبيوتهم، يعني هل هذا ما تطمحون إليه إن كنتم يعني خارج سوريا أو داخلها؟ لا شك أنك وضعت اليد على الجرح، بمعنى أن جذر المشكلة هو حلا سياسيا للوضع في سوريا. يعني لا يمكن اليوم الحديث عن التعاطي مع مشاكل اللاجئين لوحدها وكأنها خارج السياق. القضية ليست إنسانية فحسب، هي بالأساس قضية سياسية، والمشكلة أن الأوروبيين عموما والغرب عموما لا يتعاطى اليوم خلال هذه السنوات الأخيرة على الأقل مع هذه المشكلة إلا إنسانية. القضية فعلا لو عمل ولو كانت هناك جهود دولية جدية حقيقية لإعادة مسار جنيف مثلا إلى سكته الأساسية التي توقفت منذ سنوات طويلة وتم الاستعاضة عنها في مسارات أخرى بائسة مثل أستانا أو اللجنة الدستورية أو ما شابه ذلك دون أن تنتج أي شيء، باعتقادي القضية الأهم هي اليوم إعادة مسار جنيف من جديد إذا كان هناك مجتمعا دوليا بين قوسين يريد فعلا حلا لهذه المشكلة ويمنع هجرة اللاجئين باتجاه الغرب. يعني إذا كانوا في الغرب يخافون من هجرة مئات الآلاف من السوريين باتجاههم، المشكلة حلوها سياسيا، حلوها في داخل سوريا. فإذا الناس لا أحد يريد تطوعا وسياحة إن صح التعبير باتجاه الغرب أو تركيا أو أي مكان بالدنيا. السوريون معنيون بالعودة لوطنهم، فيما لو كان هناك وطن ليس دولة فاشلة، وطن آمن يستطيع الإنسان أن يؤمن على حياته على الأقل. نحن اليوم نتحدث عن عودة اللاجئين في لبنان أو من تركيا، حقيقة لا أحد يثق بهذا النظام.
النظام المجرم يقتل كل ويعتقل كل من يعود، ومئات السوريين من لبنان اعتقلوا لأنهم عادوا طوعيا كما قيل. واليوم إذا كان من يعود من تركيا إلى الشمال فهو يكون في أماكن خارج سيطرة النظام، ولا أحد يجرؤ على الدخول لا باتجاه خان شيخون ولا معركة النعمان ولا أي مكان ثاني، لأنهم لا ثقة لهم بهذا النظام، وهو يستمر بالحل الأمني والحل العسكري والاعتقال السياسي. مئات الآلاف ما زالوا مغيبين قسريا، لا يعرف أحد ذويهم أين هم حقيقة. وهذا النظام يوميا حتى الآن هناك عشرات الاعتقالات يوميا مع كل الذي حصل في دمشق وحمص وكل المحافظات السورية. باعتقادي أن المشكلة نعم هي سياسية ويجب العمل على حلها سياسيا. واليوم إذا كان هناك تحرك ما باتجاه المصالحة بين تركيا والنظام بالأساس هي من أجل العودة للولوج في الحل السياسي، لكن هل هذا النظام هو قادر على الولوج في الحل السياسي بدون أن يكون له قرار سياسي أصلا؟ هو القرار السياسي في طهران وموسكو، وبالتالي لا وجود لقرار عند النظام. لو كان لديه قرار في العمل السياسي أو الحل السياسي لكان على الأقل تحدث أو حاول أن يتحرك ولو بوصلة واحدة باتجاه اللجنة الدستورية. يعني اللجنة الدستورية 8 جولات مستمرة لم يتقدم فيها ولم يصاغ جملة واحدة في اللجنة الدستورية كتوافق بين المعارضة وبين النظام. حقيقة لا إيمان بالحل السياسي عند النظام، ومن ثم فإن أي مصالحة اليوم أو تطبيع مع النظام من قبل تركيا أو أمارات أو أي دولة أخرى هو بائس ولن يؤتي أكله ولن يفيد الشعب السوري ولن يستفيد السوريون، لأنه أساسا لا أحد يثق بالعودة لهذا النظام بالتأكيد. حتى لو جرت اتفاقات دولية لا ثقة على الإطلاق، حتى لو هناك ضمانات أممية لا أحد يثق، لأن هذا النظام يفعل ما يفعل بالشعب السوري منذ عشرات السنوات وليس الآن. واليوم بعد الثورة السورية الأمور ازدادت عمقا وازدادت يعني عنفا وازدادت اعتقالا، وهذا النظام فعلا يصر على هذا الحل. وبالتالي فإن القضية فعلا العودة باتجاه الحل السياسي، الولوج في الحل السياسي وفق قرار جنيف، لكن حتى الآن لا جدية لا أمريكية ولا غربية بالتعاطي مع هذه المسألة. لو كان هناك جدية للمسألة حلت من زمان، لكن هناك صراعات وهناك مصالح يشتغل عليها من قبل الدول الإقليمية والدول العالمية، والأمريكان لهم مصلحة بحفاظ أمن إسرائيل وشمال شرق حفاظ أمن قسد وليس غير ذلك. لا يهمهم كثيرا، وليس هناك استراتيجية حقيقية وجدية أمريكية باتجاه المنطقة أو ما يقال عنه المسألة السورية على الإطلاق. والأوروبيين أيضا يعني تحركاتهم تتعلق وتنحصر في قضية اللاجئين، ليس أكثر من ذلك، من أجل حد من وصول اللاجئين إليهم، وليس هناك جدية في التعاطي مع حل سياسي جدي يمكن أن يعيد السوريين طوعيا فعلا وليس قسريا إلى أوطانهم. شكرا جزيلا لك سيد الكريم الرئيس تحرير صحيفة إشراق الأستاذ أحمد سعدو، كنت معنا من غازي عنتاب. شكرا على هذه المشاركة. أذهب إلى إسطنبول مع آية قواف. يعني قرار الأمم الجديد بتمديد آلية المساعدات هل يكفي لحل مشكلة اللاجئين السوريين وحمايتهم من برد الشتاء القارس؟ أوكي، هلا أول شيء في عنا لازم ننتبه على استخدام نازحين واللاجئين. نعم، اللاجئين هم اللي في دول اللجوء ودول الجوار، النازحين هم النازحين بداخل سوريا. نعم. قرارات الأمم المتحدة لمساعدة النازح أو للمساعدة في مناطق خارج سيطرة النظام هم النازحين. نعم. بس هون في لغط في المعنى في الاستخدام، بس حبيت أوضح هذا الموضوع. نعم. والله موضوع هل هذا القرار اللي كان اولا يتخذ على مده اعلى وتم خلينا نقول تضريب المده، تم تقصير المده ليصير 6 أشهر، هل هو كفيل بانه يحل او يساعد في يكون احد الحلول للاوضاع الانسانيه اللي عم تتردى كل ما لقدام؟ لا، لانه مثل ما ذكروا زملائي هون نحن عم نحكي عن موضوع اكثر هو يتأثر أو سلوك سياسي. فإن لم يتم إيجاد حل سياسي فعلي الوضع حيضل إن نحن مساعدات إنسانية عم تساعد الأشخاص، عم يكون فقط
عم نطول الفتره لقدام، الفتره في معاناه هدول الاشخاص، نحن ما عم نلاقي حلول فعليه وجذريه لها. لا، نحن بنكون فقط عم نداوي نقول عم نسكت الجرح، ولكن نحن ما عم نداوي. هل المساعدات الانسانيه حتساعد في حل مشكله سوريا او في مشكله الاشخاص في الداخل السوري؟ لا، هي احد الادوات او الوسائل للتخفيف عنه وليست للحل. التخفيف عن المعاناة تقصدين. اسمحي لي أن أسألك فيما يخص الوضع الصحي والخدمات الصحية، خاصة أنه سمعنا بأنه النازحين واللاجئين أيضا في مخيمات الشتات إن كان في لبنان أو دول أخرى أو حتى الأردن، يقال أن هناك الآن في مشكلة حقيقية في الكوليرا وإصابة عدد كبير بهذا المرض. بالتالي كيف تتعامل معهم هذه المشكلة المنظمات الإنسانية؟ نعم، والله هاي نقطة كثير مهمة تم طرحها. هلا السبب الأساسي في انتشار الكوليرا أولا تردي الأوضاع الغذائية، ما في أمن غذائي، ما في خلينا نقول اهتمام غذائي لدى الأشخاص، نقص المياه، في كثير نقص مياه بيؤدي إن الأشخاص عم يلجؤوا للمياه غير صالحة للشرب، إنه يروحوا بيشربوا هن وأطفالهم الماء، فبالنهاية شو عم ينتج؟ عم ينتج إن عم تصير أمراض الكوليرا وعم تنتشر. فهون السبب الرئيسي هو نقص في حتى الايصال المساعدات لهدول الاشخاص، او نقص في الاستجابه الانسانيه لهدول الاشخاص. فنحن في امام هذا الموضوع. هلا شو هي الحلول اللي عم يتم حاليا العمل عليها؟ الحلول اللي عم في محاولات من المنظمات طبعا، والاوتشا ايضا كثير اشتغلت كثير عم تنسق في هذا الموضوع. في محاولات خلينا نقول كانت ولا تزال في إن رفع الوعي، يكون في حملات رفع وعي، تخديم المناطق اللي ما فيها خلينا نقول مثلا مياه صالحه للشرب، يعني امداد المناطق غير صالحه للشرب بمياه صالحه للشرب. في كم من المشاكل اللي عم تؤدي للوضع الحالي، سواء من اوضاع صحيه او غذائيه او لا. السبب الرئيسي مثل ما حكيت هاي المساعدات اللي انا ذكرت ارقام مسبقا ما عم توصل كلها، ما عم بتغطي كل الاحتياجات، عم تغطي جزء من الاحتياجات، وبالتالي عم ينظم عنا هاي المشاكل اللي عم تصير هلا حاليا. نعم. أشكرك جزيل الشكر مديرة البرامج في منظمة شارك الأستاذة آية قواف، كنت معنا من اسطنبول. شكرا على هذه المشاركة، أكيد للحديث بقية. عودة للأستاذ بسام طبلية، وعذرا أطلنا عليك. إذن الوضع الإنساني مأساوي، وأريد هنا أن يعني نتحدث معك حول مقاطع فيديو نشرتها مجلة لوبس الفرنسية وصور مثيرة للقلق، يعني نشرتها أيضا عدد من وسائل الإعلام الأوروبية، كشفت عن احتجاز عشرات المهاجرين بشكل غير قانوني في قفص يشبه حظيرة الماشية على الحدود مع تركيا، حولته السلطات البلغارية إلى زنزانة. ما أبشع هذا المشهد سيدي؟ حقيقة مثل هذا المنظر هو دليل واضح على الانتهاك والخروج عن معاهدة اللاجئين. يعني لا يمكن طالب اللجوء السياسي أو طالب اللجوء بشكل عام ليس هو بمجرم، ولا يمكن معاقبة الإنسان الذي دخل البلد بشكل غير قانوني من أجل طلب اللجوء وتم أخذ اللجوء، تم الموافقة على طلب، لا يمكن اعتباره أنه مجرم ولا يمكن معاقبته بالسجن. المفروض حمايته تقصد؟ بالضبط. فبالتالي لا يمكن أن نعتبر أنه هذا مجرم. ما نشاهده حقيقة هو التعامل معهم كمجرمين، محاولة ردع الطالبي اللجوء من القدوم إلى أوروبا. يحاولوا بشتى الوسائل إيجاد طرق جديدة من أجل ردع هؤلاء من القدوم إلى أوروبا، مثل تخويفهم والإساءة إليه. هذا هو ما يبغون أو يحاولون الوصول إليه، وبالتالي محاولة يعني خلينا نعتبر التخفيف من أعدادهم. يبقى السؤال حقيقة، هل هذا طالب اللجوء هو مهاجر اقتصادي أم طالب لجوء حقيقي؟ طالب اللجوء الحقيقي سوف يغامر ويأخذ المخاطرة وسوف يقبل بالسجن، بيقول لك بنهاية المطاف أنا هربت من الموت، هربت من الموت المحقق، لا يهمه الوضع الاقتصادي. يعني هو على سبيل المثال إذا تكلمنا على سوريا، هو ميت
بنهاية المطاف. ولكن حقيقة ما نشاهده الآن على سبيل المثال الأردن الآن المساعدات الأممية للأردن سوف يتم تخفيضها أيضا رغم وجود نقص حاد وشديد في لبنان وفي الأردن، ورغم ذلك الأمم المتحدة قررت تخفيض المساعدات بالنسبة للأردن. الأمر الذي يعني زيادة هذه المعاناة، وخاصة الجميع يعلم أن هذه المساعدات كما ذكرت ضيفتكم لا تكفي بالأساس. الأمر الذي يعني محاولة إجبار إما أن يعودوا إلى سوريا، بالتالي المهاجرين الاقتصاديين سوف يجدون أنفسهم أنهم مضطرين أن يرجعوا لسوريا، ولكن الوضع غير مقبول. هذا يعني زيادة نسبة الجريمة، زيادة نسبة الدعارة، زيادة نسبة السرقة، زيادة يعني سوف يؤدي إلى مجتمع فاشل. والأمر ناهيك عن الأمراض أيضا يعني بالضبط. يعني نحن شاهدنا الآن أصبحت سوريا دولة فاشلة، والسبب حقيقة هو تجارة المخدرات التي يقوم بها ويرعاها النظام من أجل تأمين بضعة يعني مليارات، خلينا نعتبر 3 مليارات متوقع هو الدخل الذي جناه من المخدرات لإعطائه لشبيحته وعناصر الأمن الذي يقومون بمساعدته في البقاء في سدة الحكم. ولكن ما شاهدناه بالنسبة لسوريا الجميع شاهد الدمار الكارثي حقيقة لمعظم مدن سوريا بما على رأسها مدينة حمص على سبيل المثال. إذا هناك كارثة إنسانية، وكما قال ضيفكم قبل قليل الأستاذ أحمد سعدو، حل هذه المجدرة يعني المعضلة حقيقة يكون بحل سياسي، وهو محاسبة المجرم على جرائمه. وبالتالي لا يمكن لشعب يخاف من نظام الأسد بسبب الجرائم التي اقترفها، والجميع يعلم أن التجاوزات القانونية والدستورية وغير ذلك التي اقترفها، لا يمكن أن نطالب من هذا الشعب المدني أن يعود إلى سوريا وهو غير آمن على حياته. الأمر الذي يعني هناك حاجة ملحة لوضع حل سياسي واستبدال هذا النظام، لأنه أو على الأقل والجميع يعلم أن معظم الشعب السوري هو يرفض هذا النظام وبقائها في سدة الحكم، لأنه بنهاية المطاف هي دولة جمهورية وليست مملكة. هذا من جهة. من جهة أخرى يحاول قمع الأصوات وإخفاء يعني منع أي شخص يبدي رأيه. إذا هناك مشكلة حقيقية سياسية، ولكن للأسف الشديد الدول لها مصالح كما الجميع يعلم، وعلى رأسها أمن إسرائيل. الولايات المتحدة بدل أن تكون معينة للشعب السوري قامت بإعطاء النفط إلى قسد، وبالتالي حرمت الشعب السوري من مدخراته، وقسد بدورها قامت بتسريب النفط إلى النظام الأسد الذي بدوره يعني أصبح يباع بأسعار خيالية جدا، ولا يهمه شعبه على الإطلاق، وإنما يهمه البقاء في سدة الحكم. موضوع أن نضع الأزمة السياسية جانبا والتركيز على المساعدات، كيف ننقذ هؤلاء النازحين وأيضا اللاجئين من الوضع المأساوي، محاولة حمايتهم من ناحية القانون الدولي، يعني كيف يتعامل مع هذه القضية في ظل أوضاع عالمية متأزمة. الأنظار الآن كلها تتجه إلى الجهة الأخرى من العالم، يعني موضوع اللاجئين السوريين أصبح يعني غير يعني لا نسمع عنه، غير أهمية بالنسبة للعالم ككل، لأنه هناك في الحرب الروسية الأوكرانية وإلى ما هنالك من أزمة اقتصادية ومناخية وغيرها، صراعات دول كبرى. بالتالي كيف بالإمكان أن نعزل قضية اللاجئين النازحين، حقوقهم إن كانت الإنسانية القانونية العلاجية، بعيدا عن موضوع السياسة والحل السياسي، لأنه على ما يبدو بأنه على مدى 12 عام ما زال موضوع الحل السياسي متأخر ولربما تطول المسألة. لماذا لا يتم الاهتمام بالوضع الإنساني للاجئين؟ لأنه ببساطة شديدة أي دعم عم يذهب إلى سوريا على سبيل المثال عن طريق الأمم المتحدة نصفه أو أكثر من نصفه يذهب إلى النظام، وشاهدنا أن المساعدات التي ذهبت إلى النظام قد تم استخدامها من قبل الجيش السوري وعناصر الأمن، وهناك فضائح كثيرة في هذا الصدد. وبالتالي يعني سوف تجعل بعض الدول المؤمنة بأهمية المساعدة الإنسانية يجعلها تمتنع عن تقديم المزيد من المساعدات. ناهيكم أيضا أن طول أمد المدة مع شح الإمدادات أيضا هذا الموضوع الأمر الذي سوف يعني لاحقا زيادة الأعداد أيضا. ولا يخفى على أحد موضوع الفساد أيضا، وجود الفساد، بأنه على سبيل المثال أنا سمعت بأحد التقارير الأممية آنذاك علبة الفول التي كانت تذهب إلى اليمن حق أقل من نصف دولار 30 سنت تقريبا، من أقل ثلث الدولار يعني،
بينما تصل إلى اليمن ب$2.5 تقريبا. إذن عملية فساد رهيبة جدا. عندما نتكلم عن شعب يعاني وبالتالي دعم مو أكثر من نصف هذا الدعم حقيقة يذهب بطرق ملتوية من الصعب اكتشافها. إذن الحل يجب التركيز ليس بزيادة الدعم حقيقة، وإنما إيجاد حل سياسي بسرعة. والجميع يعلم أن الموضوع الاقتصادي من موضوع سوريا على سبيل المثال مرتبط بالوصول إلى حل إيراني في هذا الصدد بالنسبة للسلاح النووي، بالنسبة لها موضوع مرتبط بجزيرة القرم وروسيا في هذا الصدد أيضا، رغم أن الجميع يعلم أن سوريا هي من حصة روسيا يعني، وبالتالي بنهاية المطاف الولايات المتحدة سوف تترك سوريا إلى روسيا لتديرها، وخاصة الجميع يعلم أنه قد تم بيع الموانئ وتم بيع الكثير من المعامل السورية إلى روسيا، وسوريا مدينة لعشرات السنين للمستقبل حقيقة، وكافة ثرواتها سوف تذهب لاحقا إلى روسيا بموجب العقود التي تم إبرامها. وعندما طلبنا أن تسحب هذه الشرعية من النظام من أجل إبطال هذه العقود لم نجد آذان صاغية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. إذن الولايات المتحدة حقيقة هي شريكة في هذه المعاناة، وهي من تحاول إيجاد أو زعزعة الأمن في المنطقة سواء بالنسبة لسوريا أو تركيا أو غيرها. يعني حقيقة هناك حلول واضحة والجميع يعلم ما هي، ولكن الدول لا تريد حتى بتكلفة الصفر لا تريد أن تقوم بهذا الموضوع وسحب الشرعية من نظام الأسد من أجل إعطائها على الأقل لجهات معارضة أو لجهات معينة أو إيجاد تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات كاملة وفق منطوق القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن. ورغم ذلك نجد تجميد مثل هذه القرارات، ونجد أيضا تعطيل للقرار 2118، وثبت أن النظام لم يقم بتسليم سلاحه الكيماوي بشكل كامل، وإنما حقيقة أخفاها إلى حزب الله وغير ذلك، وأنه ما زال استخدم الكلور فيما بعد كسلاح ضد شعبه، وتم تحريم هذا القانون. هناك الكثير من الانتهاكات الدولية التي قام بها النظام، ولا ينقص المجتمع الدولي أي حجة قانونية من أجل معاقبة هذا النظام. هذا رأيك بالوضع داخليا، ولكن حتى على صعيد الدول التي استقبلت لاجئين سوريين سيد الكريم يعني تحصلت على مبالغ كبيرة من أجل توفير الخدمات وحماية اللاجئين السوريين على أراضيها، ومع ذلك هناك معاناة حقيقية. لماذا لا تصل الأموال بالفعل إلى محتاجيها؟ الموضوع لا يتعلق بسلة غذائية أو مركز طبي على سبيل المثال، هناك بنية تحتية أيضا يتم تآكلها، وبالتالي الدول تحاول بشتى سواء الأردن ولا لبنان يجب يعني أن ندرك أن إمكانياتها ضعيفة، وبالتالي هناك الكثير من الأموال التي المستترة خلينا نعتبر التي تذهب من أجل صيانة البنية التحتية. يعني عندما نشاهد الكثير من الدمار قد حدث على سبيل المثال، الموضوع حقيقة ليس عبارة عن خلينا نقول أشخاص قدمنا لهم سلة غذائية أو مركز طبي، لا، هؤلاء الأشخاص نجدهم سوف إما يقومون بالترجي والحصول على المساعدات خلينا نعتبر من قبل الناس، أو من خلال على سبيل المثال أن يقوموا بالشغل، يعني يبحثون عن عمل، وبالتالي بنصف الأجار كما هو الحال في تركيا. ولكن تركيا نظمت الوضع من خلال إعطاء إعفاءات لأرباب العمل بأنهم معفوين من الضرائب إذا ما قاموا بتشغيل اللاجئين السوريين. إذا هناك يجب المبادرة، التصدي لهذا الموضوع المبادرة. ولكن عندما نتكلم عن الأردن أو لبنان إمكانياتهم ضعيفة، والأعداد اللاجئين أعداد كبيرة جدا. الحالية. بالضبط. وهناك هاجس أمني بالنسبة للأردن على سبيل المثال، كل أسبوع عم يقوم بمصادرة أو سيارات معبأة مخدرات وحبوب الكبتاغون وغير ذلك. إذن الأردن والسعودية إذا لم تتنبه لهذا الخطر الحقيقي والتوغل الإيراني والتمدد في سوريا، لأن سوريا حقيقة هي البوابة الأولى التي تقف بمواجهة النظام الأسد والتمدد الإيراني. للأسف الشديد هناك تقاعس وعدم إدراك لخطورة هذا الوضع. المخدرات تنتشر وهي تمتد إلى دول الخليج، التوغل الإيراني يتوسع أكثر فأكثر، وبالتالي هناك يجب أن يكون هناك اتفاق إقليمي في هذا الصدد للتعاون على الحد من هذه المخاطر. نعم. سيد الكريم، يعني هناك دول عديدة صوتت لصالح قرار يمدد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا لمدة 6 أشهر، يعني في مجلس الأمن الدولي اللي اعتمدت هذا القرار. يعني
عبر الحدود من معبر باب الهوى الحدودي إلى شمال غربي سوريا دون إذن من النظام السوري. يعني إلى أي مدى هذا القرار قد يساعد فعلا على حل هذه المشكلة الإنسانية المعقدة اليوم؟ يعني بداية إذا خلينا نقول أن المجتمع الدولي قرر الخروج على بعض المبادئه وتمرير هذه المساعدات، لأنه نعلم أنه يجب أن تكون المساعدات عبر السلطة المعترف بها دوليا الشرعية من وجهة نظرهم، يعني عن طريق نظام الأسد تمرير هذه المساعدات، ولكن ما شاهدناه الآن خروج عن هذه القاعدة. إذا ما الذي يمنع هذا المجتمع الدولي من أن يخرج عن هذه القاعدة، وخاصة أن الجميع يعلم أن هذا المجرم النظام قد اقترف جرائم كبيرة وشنيعة تنتهك تهدد الاستقرار والأمن الدوليين، أن هذا النظام يقتل شعبه، أن هذا النظام الكثير من الأمور. إذن حقيقة لا نرى إرادة حقيقية، هم يريدون فقط إعطاء بعض الإنعاش الأكسجين لهذا الشعب من أجل أن لا يموت، ولكن يتركونه في معاناته بهذا الصدد. الآن ما هي حجم المساعدات التي يمكن تقديمها؟ الجميع يعلم أن هذه المساعدات غير كافية على الإطلاق، وهي لا تكفي. يعني درجات الحرارة تصل تحت دون الصفر، وهناك خيمة لا يمكن منع الهواء البارد من الدخول. نشاهد كل عام أطفال يموتون من البرد. يعني نحن داخل بيوتنا ونشعر بالبرد، فما بالك في الخيام؟ بالضبط. عندما تهطل الأمطار نجد يعني مناظر حقيقة يعني تشعرك بالألم الشديد عندما تشاهدين 20 سم 30 سم من المياه مغمورة الخيمة، بالتالي لا يستطيعون أن يناموا. طب اسمح لي عذرا على المقاطعة، نتابع هذا الفيديو لطفلة سورية تتحدث عن وضع النازحين واللاجئين أيام الشتاء والبرد القارس. لنستمع ماذا تقول. طلع عين على الجبال، في حدا بيسكن في يوم طلع بعينك شوف. تفضل بالليل اذا بنخبص بيتنا ما بنقدر نشوفها، اذا بدنا نطلع نجيب حطب ابونا بده يطلع يجيب لنا حطب لتدفئه ما في عنا. صرنا 9 سنين هون، هلا صرنا 9 سنين هون ونحن تحملنا الجوع وتحملنا التهجير، بس البرد والله يا عمو ما بنقدر نتحمله. بدي احكي لك على الشغله، بالليل بجوع ما بستحسن الا لابوي، لانه اكيد بابا بده يخزني، واذا اضطر يروح يتدين وما هم ما في حدا لحتى يضايقنا، لانه ما في احوال ماديه لحتى نقدر نشتغل عشان نوفي له. انا ابوي عمل نظافه، كل رفقاتي بيتنمروا علينا لانه هني اغنى مننا. بتغطى تحت الهراب وببكي عشان ابوي ما يسمعني، بحط المخده على بطني عشان اسكت شوي. يعني شيء مؤثر وموجع حقيقة. أين هذا العالم من مأساة أطفال سوريا؟ أين حقوق الإنسان؟ أين الدول التي تدعي حقوق الإنسان وتدعي الإنسانية؟ أستاذ بسام، أعرف أنه هذا الفيديو مؤلم حقيقة، ولكن كيف تعلق؟ يعني طيب أستاذ، يعني ربما أتحدث قليلا قبل أن نعود للحديث معك، وسامحني أنا أعتذر، ربما هذا الفيديو أثر فينا كلنا حقيقة. شيء مؤثر أنه نحن في هذا العصر في هذا الزمن، بينما أطفال ينعمون بالسلام والأمن والاستقرار، هناك أطفال ما زالوا يعانون من شدة البرد، لا يستطيعون حتى أن يلتحفوا بلحاف أو بطانية كما يقال، أو يعني طفلة تخجل من أن تطلب من أبيها أن يتدين لشراء ما يجعلها تشعر بالدفء والأمان. يعني مع الأسف هذا جيل، يعني رب العالمين أكيد سيحاسبنا جميعا على براءة الطفولة، على هذه المعاناة اليومية. أتمنى أن نتذكر هذه المعاناة وندعو لهؤلاء الناس حقيقة. تفضل سيدي. يعني حقيقة قطعوا الأشجار الزيتون من أجل أن يتدفئوا عليها. شاهدنا أنهم يعيشوا بالجبال، لا يوجد لديهم مياه. الوضع مزري للغاية مهما قلنا، يعني مهما تحدثنا. الخيم يعني مشرطة مدمرة، يعني غير صالحة للسكن يعني على الإطلاق، فما بالك مع انخفاض درجات الحرارة. وعندما يحاولون السوريين التوغل أو الدخول إلى الحدود التركية يتم قتلهم.
كمان هذا امر لا اعتقالهم. يعني كثير من حالات القتل التي تم استهدافهم وقتلهم حقيقه لا يمكن القبول بهذا الموضوع، لاننا ندرك تماما ان هؤلاء يريدون النجاة، يعني يريدون النجاة، وبالتالي لا نستطيع ان نقول نصفهم بانهم مجرمين، وخاصه عندما نشاهد عائلات يعني أطفال نساء الموضوع، وهم والجميع يدرك أنهم يعني يريدون العبور فقط من خلال تركيا، ولكن للأسف الشديد مصالح الدولية تقف ضد هذا الهجرة. خلينا نعتبر من هنا نشاهد أنه الكثير يقول أنه الدخول إلى أوروبا بطريقة غير شرعية، وهل تشجع الهجرة الغير شرعية؟ نقول ولماذا تشجعون انتهاك المعاهدات الدولية؟ هناك الكثير، إذا كان هناك انتهاك لقانون واحد دولي واحد، بالمقابل أنتم تنتهكون عشرات القوانين الدولية. لا يمكن المقياس بمعيارين وبالتالي نبرر ما يريدونه هم ويتم التجاهل عن القوانين أخرى. يعني حقيقة هذه المزدواجية في المعايير لا يمكن القبول بها. عندما يكون أصبحت حياة الشخص في خطر، فهناك قوة قاهرة ترغمه على الهجرة على سبيل المثال، وبالتالي يجب قبول الحالات الاستثنائية. على سبيل المثال أتكلم عن قضية قبل يومين، يوم السبت، يعني كان يوم عطلة، كان الحكم يوم الجلسة يوم الخميس، أخذت الحكم يوم السبت لأوضاع سوريين تعيش الأم وابنها ال 17 سنة يعيشون في الخيمة، والقاضي رفضت مناقشة وقرار الهوم أوفيس ووزارة الداخلية، وأعطت القرار إلى الوالدة بالقدوم، لأن العيشة بلبنان غير صالحة للإنسان ولا يمكن القبول بها. لا يوجد قطاع صحي الآن لبنان مدمرة، الليرة اللبنانية بحالة يرثى لها، القطاع الصحي معاملة عنصرية بالنسبة للسوريين، تكاليف المعالجة الطبية غالية جدا، فبالتالي هناك ظروف قاهرة وبالتالي يمكن تبريرها قانونيا أمام المحاكم، على الرغم من أنه رفضت دائما وزارة الداخلية لمثل هذه الطلبات أو القرارات. مع الأسف يعني بريطانيا ودول أخرى كثيرة تحاول التخفيف من عدد اللاجئين القادمين، وهذه مشكلة حقيقية. أشكرك جزيل الشكر مدير المنظمة الدولية لحقوق الإنسان الأستاذ بسام طبلية، شكرا جزيلا. ونعتذر يعني عن هذا الفيديو، لكن كان لابد لنا أن نسلط الضوء على هذه المعاناة ونتابع هذه الفيديوهات حتى ربما يصحى ضمير العالم سيدي الكريم. وفي النهاية مشاهدينا الكرام نقول لا يضيع حق وراء مطالب. إلى اللقاء.